الابن ده خارج من بيته اتفاجئ بان والدته جايه تزوره. اول ما شافها قال لها: خير يا ماما، في حاجه ولا ايه؟ قالت له: مفيش يا ابني، ده انا بس جبت لك شويه خضار من الزرع اللي انا زرعاه، وكنت جايه اطلب منك طلب. المفروض ان انا هدفع فلوس التامين الصحي، وانا مش معايا المبلغ ده دلوقتي، فممكن تسلفولي لحد ما احصد الزرع وابيعه وارجع واسدد لك الفلوس. قال لها: ماما انت بتقولي ايه؟ انت عارفه ظروفي، انا ما حلتيش حاجه، ويا دوب اللي داخل على قد اللي طالع. مش مهم التامين الصحي السنه دي. بقول لك ايه، لو تعبتي ولا جرى حاجه نبقى في الوقت ده نتصرف ونجيب لك علاج، ولا اقول لك حل كويس، روحي لحد من اخواتي، انت عندك بنتين تاني اكيد هما الاتنين هيتصرفوا ويدفعوا لك الفلوس. قالت له: انت عارف اخواتك عايشين ازاي؟ كل واحده فيهم عايشه مع عيله جوزها. قال لها: اتصرفي يا ماما، انا ما معيش فلوس، ويلا علشان انا ورايا مشوار مهم. فالام مشيت ودموعها نازله ومش عارفه تعمل ايه. اضطرت انها تروح لبنتها التانيه. البنت اول ما شافت والدتها قالت لها: خير يا ماما، في ايه؟ حكت لها. هنا البنت اتعصبت جدا وقالت لها: ماما، انا مش بشتغل، واللي بيصرف على البيت جوزي، وانا ما اقدرش اطلب منه فلوس. اقول لك على حل، روحي لاخويا او اختي وهم يتصرفوا. قالت لها: انا لسه راجعه من عند اخوكي، وما السنه اللي فاتت جوز اختك هو اللي دفع لي، ولما جيت اسدد له رفض ياخد الفلوس، اتكسف اروح له تاني. قالت لها: خلاص يا ماما اتصرفي، انا ماليش دعوه، وتفضلي بقى يا ماما عشان ما تعمليليش مشكله مع جوزي. وطردتها. الام كانت ماشيه مش عارفه تتصرف ازاي ولا تعمل ايه. في نفس الوقت الراجل المسؤول عن التأمين الصحي كان في بيت بنتها التالتة، وقابل جوز بنتها. جوز بنتها أهله عايشين معاه، والده ووالدته، فكان لازم يدفع لهم التأمين الصحي. أول ما جه الموظف طلب منه الفلوس، قال له: حالا ادفعهم لك وحولهم له. قال له: على فكرة حماتك كمان عليها فلوس وما دفعتش لحد الآن. قال له: ازاي الكلام ده؟ طيب قول لي عليها كام وانا اسدد. ودفع له الفلوس. اخد بعضه وراح لحماته البيت، لقاها قاعده على الارض وبتعيط وشايله الهم. قال لها: شايله الهم ليه؟ ينفع تشيلي الهم وانا موجود؟ انا عارف انك متضايقه علشان فلوس التامين الصحي، وانا دفعتها لك. قالت له: معقوله؟ ما انت برضو اللي دفعتها السنه اللي فاتت وما رضيتش تاخد مني فلوس. قال لها: وايه المشكله؟ انا زي ابنك وزي ولادك، وبعدين ما انت طول الوقت بتيجي تزوريني وتجيبي لي هدايا كتير وبتعتبريني واحد من ولادك، مستكتره عليا اعمل معاكي حاجه واحده صح؟ سبحان الله، الغريب احيانا بيكون احن من القريب. علشان كده دايما بقولك تيجي تختاري لبناتك تختاري ابن الاصول اللي يراعي بنتك ويحبها، وتبقي مطمنه ان بنتك معاه زي الشخص ده. صلوا على النبي في التعليقات.